الغريب في الهوايه دي ان اكتر ناس محتاجه للاحواض الطبيعيه هم اكتر ناس بيتحذروا منها وبيتقال لهم ما تقربوش منها، المبتدئين. على الرغم ان انا رايي ان الاحواض الطبيعيه مش للمحترفين، بالعكس تماما، الاحواض الطبيعيه للمبتدئين. وعارف ان رايي ده هختلف فيه مع ناس كتير، ولكن خليني اوضح لك ازاي. اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم ذا ناتشورال اكواريوم. من ملايين السنين وعلى مر العصور والاسماك عايشه في الطبيعه المائيه وبتنمو وبتتكاثر وبتزدهر بدون اي تدخل بشري. وعلى الرغم من الظروف العديده اللي مرت بيها الطبيعه على مر العصور دي، واللي ما نقدرش نحصرها، زي الفيضانات والجفاف والتغيرات البيئيه الضخمه اللي مرت بيها البيئه، قدرت الطبيعه ان هي تنجو بجميع الكائنات الحيه اللي عايشه فيها، وقدرت تربي السمك من غير اي تدخل بشري. ولان الانسان نقل السمك من بيئه طبيعيه معقده جدا لبيئه مغلقه زي حوض السمك اللي احنا بنربي فيه السمك حاليا، واجه كتير جدا من التحديات والصعوبات اللي بدات تقابله لما بدا يربي السمك في البيئه المغلقه دي. وبناء عليه بدات تظهر حلول وتقنيات حديثه جدا وادوات ومواد ومعدات علشان يقدر يواجه بيها التحديات والصعوبات دي، ويبدأ يعالجها ويتخطاها علشان يقدر يربي السمك في البيئة المغلقة دي. وده شيء طبيعي جدا انه يحصل، وانا مش ضده من حيث المبدأ. ولكن السؤال هنا، اذا كانت الطبيعة قدرت تربي السمك على مر ملايين السنين دي كلها، لما اجي اتكلم مع مبتدئ لسه بيبتدي تربية اسماك الزينة في بيئة مغلقة زي الحوض الازاز، اعرض عليه طريقة معقدة جدا وتفاصيلها كتيرة جدا، ولا اقول له قرب من الطبيعه وابدا اعتمد عليها بتدخلات قليله جدا تكاد تكون غير موجوده اصلا؟ اي مبتدئ بيجي يبتدي يمارس هوايه تربيه اسماك الزينه بيبدا اول حاجه يعملها انه يبدا يطلع على بعض المصادر علشان يستقي منها معلوماته اللي هتخليه يعرف يبتدي يمارس بيها الهوايه. إن كان هيبتدي يقرأ أو يتفرج على بعض الفيديوهات على السوشيال ميديا، أو أيا كان المصدر اللي هيبدأ ياخد منه معلوماته علشان يعرف يمارس الهواية من خلالها. أول حاجة بتقابله وبتواجهه إنه بيكتشف قد إيه الهواية دي معقدة جدا ومليانة بالتفاصيل. إيش قياسات مية، وإيش دورة نيتروجينية، وإيش إضاءة، وإيش طحالب، وغيرها من تفاصيل كتيرة جدا محتاجة منه مذاكرة وتجربة وخبرة وفشل علشان يقدر بعد كده يوصل لخبرة معينة تقدر تخليه يمارس الهواية بنجاح ويقدر يربي سمك زينة من غير ما يحصل له مشاكل. وللأسف ده سبب من الأسباب اللي مخلية الهواية مش واخدة حقها من وجهة نظري ما بين الناس، لأن ناس كتيرة جدا نفسها تمارس الهواية، وأظن إن مفيش حد يكره إن يكون عنده حوض فيه سمك زينة في بيته او في مكتبه. والدليل على كده ان عدد كبير جدا من الناس، وتقدر تاخد عينة عشوائية من الناس اللي حواليك وتعرف ده، حاولوا يربوا سمك، ولكن للأسف في الاخر بيفشلوا او بيتعقدوا من كتر التفاصيل والعقد اللي محطوطة في الموضوع علشان يقدروا يربوا سمك، او تجارب بتكون فشلت فيبدأ يحصل له احباط ويبدأ يخرج من الهواية. وعلشان كده للأسف برضو الهواية في الاخر بنكتشف ان هي اقتصرت على بعض المخضرمين وذو الخبرة اللي قدروا ان هم يوصلوا لحل كتير من المشاكل اللي واجهتهم في تربية اسماك الزينة، علشان يعرفوا في الاخر يحافظوا على السمك بتاعهم ويوصلوا بيه لمرحلة ان هم يربوه في امان من غير مشاكل. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، انا كهاوي مبتدئ هل من المفروض عليا ان انا ابدأ بموضوع بسيط ما فيهوش اجراءات كتير، ولا ان انا ابتدي بموضوع معقد جدا مليان بالتفاصيل؟ اي مبتدئ لو هيمارس هواية تربية اسماك الزينة بالطريقة التقليدية محتاج يفهم تفاصيل كتيرة جدا، محتاج يعرف البي اتش والكي اتش والجي اتش والتي دي اس والامونيا والنيتريت والنترات وانواع الطحالب والامراض وانواعها وطرق علاجها وحاجات كتيره جدا جدا وتفاصيل كتيره جدا جدا ما نقدرش نحصرها في فيديو. وكل ده وهو لسه مجرد مبتدئ. في المقابل المبتدئ لما هيمارس الهوايه بالطريقه الطبيعيه، كل اللي محتاج يفهمه في البدايه ان الطبيعه تقدر تساعده، انه ما بيتدخلش كتير، انه بيراقب بس وبيستمتع، انه بيعتمد على الطبيعة ان هي اللي تقوم بالتوازن البيئي المطلوب جوه حوض السمك علشان تقدر تحتوي كائنات حية واسماك تعيش فيها في توازن واستقرار. اذا كان المبتدئ هو اكتر شخص معرض للخطأ،
فهل من المفترض عليا ان انا احطه في نظام معقد جدا مليان بالتفاصيل ولازم يفهم كل تفاصيله علشان يقدر يمارس كل الاجراءات المطلوبة منه علشان يحافظ على الحوض بتاعه؟ ولا اديله نظام يقدر يعتمد عليه بدون تدخلات كتيرة منه ويقدر يكون نظام قوي يتحمل حتى جزء من اخطائه؟ قالوا ان الاحواض الطبيعية محتاجة الخبرة، وانا بقول لهم ان الاحواض الطبيعية محتاجة الفهم، والخبرة هتيجي بالوقت مع الممارسة. من سنين لما بدأت امارس هواية تربية اسماك الزينة زي اي حد بدأت بالطريقة التقليدية، وواجهت فيها مشاكل كتيرة جدا وتعلمت فيها حاجات كتيرة جدا، ومريت فيها بأوقات فشل وأوقات نجاح وأوقات توقف وأوقات تراجع، لحد ما وصلت للطريقة الطبيعية ودرستها كويس جدا وذاكرتها بشكل دقيق لحد ما وصلت لصيغة نجحت معايا ووصلت لحالة من الاستقرار والتوازن اللي خلتني قاعد قدام حوض سمك طبيعي ما بتدخلش فيه تقريبا بنسبة كبيرة جدا، والحوض مستقر جدا، الأسماك عايشة فيه بسعادة وصحة، النباتات مزدهرة، ما بمارسش فيه أي إجراءات من اللي اتعودت إن أنا أمارسها في الطريقة التقليدية، وعلى الرغم من كده نتائجه أفضل بكتير جدا لا تقارن بالطريقة التقليدية. وفي المقابل كنت متابع الناس ومشاكلها واغلب الهواة اللي بتبدأ تشير على السوشيال ميديا او تكتب في التعليقات بتاعتها المشاكل اللي بتواجهها واللي انا اعرفها كتير وكنت بواجهها كتير زيهم، وانا قاعد قدام الحوض ما بعملش اي حاجة غير ان انا مستمتع بيه. وده كان اكبر حافز ودافع ليا ان انا ابدأ اطلع واعرض اللي انا عرضته على حضراتكم في قناتنا ذا ناتشورال اكواريوم. وهنا حابب اقول ليه الحوض الطبيعي ممكن يكون فشل مع ناس لما جربته. الحوض الطبيعي ليه شروط علشان ينجح، الشروط دي احنا دايما بنوصي بيها وبننصح بيها من خلال قناتنا ذا ناتشورال اكواريوم وعلى صفحتنا على الفيسبوك، ودايما بنحطها كأساس لنجاح الحوض الطبيعي. من اولها طبعا التربة الطينية ومكوناتها وتكوينها، وعلشان كده كوناها لحضراتكم من غير ما اعرضك لمخاطرة انك تكونها بنفسك، وده هيقلل من نسبة نجاح الحوض وممكن يعرضه للفشل مع الوقت، زي ما حصل مع بعض الناس اللي كونت التربة بنفسها او حاولت تكون وتأسس حوض طبيعي وبتقول ان هو فشل معاها. كونا لك التربة الطينية بمعاييرنا الثابتة اللي احنا بنضمنها لحضرتك وملتزمين بيها، ان احنا نضمن نجاح الحوض من خلال استخدامها. شرط الطبقة العازلة اللي بتتكون من رمل الفلاتر ورمل السيليكا بالسمك المحدد اللي قلنا عليه، زراعة الحوض بكثافة. فبمجرد ان حضرتك التزمت بالتعليمات اللي دايما بنكررها على قناتنا وبننصح بيها جميع مشاهدينا وجميع الهواة اللي جربوا معانا الاحواض الطبيعية وكلهم احواضهم نجحت والحمد لله، واحب ان انا اطلب منهم من خلال قناه ذا ناتشورال اكواريوم ان لو يقدر يقول في تعليقاته ايه النتائج اللي قابلها وايه اللي حصل معاه. اغلب المشتركين معانا واللي نفذوا الاحواض الطبيعيه من خلال ذا ناتشورال اكواريوم هم مبتدئين تقريبا او ممارسين للهوايه بالطريقه التقليديه، ولكن كانوا عانوا من المشاكل والصعوبات اللي دايما بنتكلم عنها وحبوا ان هم يجربوا الطريقه الطبيعيه وقدروا ينجحوا فيها بدون اي تدخل وبدون اي صعوبات او تحديات بتواجههم. الاحواض الطبيعيه مش للمحترفين وبس، الاحواض الطبيعيه لكل شخص مستعد ان هو يعتمد على الطبيعه ويتعلم منها بدل ما يتحكم فيها بتدخلاته. وعلشان تعرف ازاي تاسس حوض طبيعي قوي ثابت مستقر ومستمر، تقدر تتفرج على فيديوهاتنا اللي فاتت وتتابعنا وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتتفرج على فيديوهاتنا الجايه. تقدر تحصل على منتجاتنا من خلال رقم الواتساب اللي ظاهر على الشاشة، اللي بنضمن لك من خلالها حوض طبيعي ناجح وبنضمن استمراريته معاك حتى لو كنت مبتدئ، بدون اي تدخلات وبدون اي اجراءات مطلوبة منك. كل اللي مطلوب منك تعتمد على الطبيعة وتتعلم منها بدل ما تتدخل فيها وتحاول تعدلها. شكرا لكم واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.